هلا يا فنانين، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة احنا هنعمل ديجيتال. هقفل بقى النت وهخلص كل حاجة في الايباد وهخليه جاهز، بس الريفرنس ده على ما بدأت كان في ريفرنس تاني عجبني قوي، وهي اللقطة دي، فهعمل داونلود وهضيفها للسكتش بتاعي وهبدأ ان انا اشتغل. زي ما قلت لكم في اخر بقى شغل كنا بنشتغله سوا، ان احنا عايزين نشتغل شوية ريلاستيك. يعني جربنا ان احنا نعمل سكتشز على تطبيق سكتش بوك، ونشوف احنا ازاي ممكن نستخدم الادوات بتاعته في ان احنا نعمل سكتشات ونمرن ايدينا، وتكون ضمن بلاي ليست او تحدي سكتشات كل يوم، بحيث ان احنا نتدرب نمرن ايدينا، ما ننساش احنا بنشتغل ازاي رغم انشغالنا طول اليوم او المسؤوليات اللي بتكون عندنا، ان كانت مذاكرة دراسة شغل whatever. المهم ان ايدينا تفضل ماشية في الرسم، لان احنا اتفقنا ان مهما كانت شغلتك ليها بتصب في المجال ده او مش بتصب في المجال ده، فانت محتاج ان انت تفضل عندك براكتس، يعني ممارسات وسكتشز كتير تساعدك ان انت تطور في الموضوع ده. فعشان الايباد كده ما يعكسش اي حاجة موجودة حواليه، فانا هبدأ اشتغل على طول واوريكم كده. عليت الاضاءة بس شوية وخلاص، وهنبدأ نشتغل على طول زي ما كنا بنرسم في الأقلام الرصاص يا جماعة. يعني الديجيتال ارت نفس الأقلام الرصاص بالظبط، مفيش اختلاف كتير. الفكرة بس في ال التكنيكس اللي انا بستخدمها، او ايوه هي التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نقدر ان احنا نشتغل على الفكرة. بس مثلا في الأقلام الرصاص او الأوراق، احنا بنشتغل بس مش عشان نسكاب حاجة او نمسحها، بنمسحها بس كهنا، مش بنمسحها، ممكن نخليها طبقات واقدر اسكاب اي طبقة واخفي اي طبقة، او حتى اقلل الاوباسيتي بتاعت الطبقة، فخليها خفيفة او مش باينة اصلا، او اتجاهلها خالص واشتغل على حاجة تانية واخليها هي ريفرنس ليا، مثلا زي السكتش نفسه بتاع العين دلوقتي عملته في طبقة لوحده، بس لما ابدأ ان انا اشتغل هشتغل فيه طبقات تانية. ليه بعمل كده؟ لان اكتر من سبب. انا ممكن التول اللي انا برسم بيها اصلا ما بقاش عاجباها، يعني مش حباها ان هي تظهر في الريزلتس النهائي، او دمجها يبقى سخيف شوية عليا، فهخليها زي سكتش على جنب، وابدأ ان انا استخدم ماتيريالز تانية. طبعا انا هنا استخدمت اللي هي البنسل عادي جدا، وبشتغل ان انا اغمق وافتح بيها اتقل. المهم ان انا باخد سكتش كده كروكي قوي للقطة اللي انا هصورها، وببدأ ان انا بقى اشتغل عليه حاجات تانية بطبقات تانية تديني اي ريزلتس مختلفة. الاير بروش دي هي اللي زي البخاخة، عارفين الاير بروش بتاعتنا اللي بتطلع بيها لون. بصوا حتى الايفكت بتاعها بخليها مش غامقة قوي، مش اسود غامق قوي، عشان ابدأ ان انا اغمق وافتح زي ما انا عايزة. وهي اللي بعمل بيها البيزكس تون، يعني غير التون الاساسي بتاع الورق انا مخليها جراي فاتح. بس هنا كمان هشتغل فوقيها على بالاير بروش ان انا هعمل الارضيات، الظلال. يعني لو الشعر عامل ظلال على الجلد هعملها، لو في تنيات بارز وغائر وتجويفات العين والحاجات دي كلها هعملها بالاير بروش، وهدمجها بالبلان تول اللي انا وريتها لكم قبل كده دي. اي عايزين تعرفوا، بصوا هي الاشكال واضحه هنا وثابته في كل التطبيق، يعني انا ما بغيرش اماكنها زي مثلا بروكريت وكده، ما بغيرش اماكن الفرش. لكن نقدر ان احنا نشتغل على الفكره بالطريقه دي. احفظوا بس اماكن الحاجه وارجعوا لها، انا بحفظ اسامي البروشز بصراحه. انا بحاول ان انا ما كنتش بتكلم كتير عشان اخليكم تفكر قوي على الستبس او الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها على كل حاجه. الاير بروش انا استخدمتها كمان في نحيف قوي وغامقه
يعني زودت الفلو بتاعها او الباستي بتاعتها وخليتها غامقة قوي، بحيث ان انا اقدر اشتغل بيها على، يعني اعمل بيها لاينز كمان، مش بس تكون آم، الدمج للبشرة او الدرجات اللي موجودة على البشرة، لا يعني انا خليتها ان هي تكون تول او كأنها قلم انا برسم بيه، فاهمين قصدي، حادة يعني، وابدأ ان انا اسكتش بيها او اشتغل بيها اصلا جوه الرسمة بتاعتي. عادة بكون فاتحة الريفرنس في اللابتوب مثلا او موبايل تاني او اي حاجة، بحيث ان انا اعرف اشتغل براحتي. بس انا اخترت ان الريفرنس يكون حاجة صغيرة بحيث ان انا اقدر احطه في نفس المكان اللي انا بشتغل فيه، فنبقى شايفين احنا الاتنين كل حاجة بتحصل جوه السكتش. اي احلى حاجة في الديجيتال ارت ان احنا مش بنحكم عليه في الاول خالص، لان كل حاجة بتتغير بلمسة حرفيا. يعني مثلا انا دلوقتي حاسة ان البياض بتاع العين كبير او مساحته واسعة عن الصورة، لكن في الاخر خالص هيظهر مختلف خالص وهيقرب كتير جدا جدا من شكل الريفرنس اللي انا بشتغل عليه. وزي ما احنا متعودين كنا بنشتغل فحم او رصاص او غيره، حتى لو بنشتغل بودر فحم وبندمج، احنا بنشتغل الجلد في الاول خالص لوحده خالص، كأنه هو ده اخر حاجة ممكن اوصلها. بشتغل عليه كل التفاصيل، التجاعيد، الهايلايتس، ظلال الشعر لو موجود رموش او حواجب، اي شعر نازل على الوش، كل الحاجات دي انا بشتغلها كأنها اخر حاجة هتظهر قدامي. بعد بقى كده بنبدأ نتكلم في اي حاجة تانية عادي جدا. يعني بعد كده نبدأ بقى نضيف تفاصيل هايلايتس، ملمس للبشرة، اي الشعر اللي موجود، إضاءة موجودة على الشعر، كل الحاجات دي هنشوفها دلوقتي خطوة بخطوة جوه السكتش ده. هنا اشتغلت بالاير بروش زي ما انا خالص، بس شغالة هايلايت. الهايلايت انا عملته في طبقة لوحده وخففت الاوباسيتي بتاعته، لان هحتاج ان انا احط عليه طبقة تانية من هايلايت تاني بتكون اي اقوى شوية. اي مع الوقت ممكن نشتغل الطبقات كلها يعني نشتغل كل الخطوات في طبقة واحدة، بس انا حبيت ان انا اشتغل كل حاجة او الحاجات اللي محتاجة ان هي ادمجها لوحدها، ما تندمجش مع الجلد اللي تحت، او إيه زي مثلا شعر الحواجب ده خليته في طبقة لوحده ودمجته لوحده، والله اعظم. اي فاهمين قصدي. بس فهي القصة كلها هنا، الهايلايتس الحاجات دي كلها انا محتاجة ان هي تكون لوحدها عشان تفضل ليها بريق مهما دمجت فيه الجلد وتفاصيله اللي تحت. ستيب كده باي ستيب بقى، وخطوة خطوة، واهم حاجة نكون مركزين لحد كبير جدا مع الريفرنس اللي احنا بنشتغل منه. انا يعني في احسن من كده ممكن نوصل له، بس حسيت ان انا يعني دي اكتر حاجة انا اقدر اوصلها في المود اللي انا حاساه دلوقتي بصراحة يعني. مكانش الدنيا الطف حاجة قوي، بس اتس اوكي. احنا اتفقنا ان احنا ده تحدي، واي تحدي تشالنج بندخله بنواجه فيه صعوبات عشان نقدر نحاول نوصل منه للنتائج اللي احنا عايزينها. فالموضوع مش سهل، وابدا ابدا مش سهل، لان احنا نشتغل حتى لو كان شغلنا ممتع، حتى لو كان شغلنا بنشتغل واحنا حاطين مزيكا وفنجان القهوة اللي ريحته جميلة مع الشوكولاتة اللي مش عارفة، كل الحاجات دي قمر، بس الموضوع نفسه او الشغل نفسه مع اليوم، ما احنا حاسين ايه، ما جماعة الموضوع ملوش علاقة بالشغف،
لان لو احنا نعتمد على الشغف احنا مش هنشتغل، لان اوقات كتير قوي هنلاقي نفسنا محتاجين نبقى قاعدين على البحر عشان نعرف نعمل لوحة جميلة. عايزين مزيكا مش عارفة جاية منين، بيعمل البيانو ازاي عشان يديني المود اللي انا، الكلام ده يعني كلنا بنتمنى انه يبقى طول الوقت، لكن هو مش طول الوقت ومش بيحصل، ومش بيحصل ومش سهل انه يحصل. فما تسيبوش نفسكم لموضوع الشغف، ولا ان المود يتحكم فينا عشان نفضل مكملين. والله موضوع ان احنا نفضل مكملين ده مش صعب على حد لوحده، علينا كلنا بجد. بجد انا يعني، لا صعب، هو صعب. هنحاول ان احنا ننجوي كده ونستمتع بكل ستيب بنعملها، ونحاول ان احنا نركز قوي. ايه اللي انا استفدته، ايه اللي انا اتبسطت فيه، ايه اللي انا تطورت فيه في السكتش ده عن اللي قبله، او في المرة دي عن اللي قبلها كده. يعني ادي نفسي مساحة اني اشوف حاجة بشكل مختلف. وبما انكم طبعا وصلتوا للدقيقة دي او للمرحلة دي من السكتش، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل لايك، سبسكرايب، وشير للفيديو لأي حد مهتم، واكيد اعملوا الجرس بتاع القناة عشان توصل لكم اشعارات بكل الفيديوز اللي بنزلها. وشكرا لكل حد بيكتب لي تعليق جميل، عشان انتوا فنانين جامدين جدا قوي. شكرا جدا بجد لكل تعليق. ان كان حد بيحاول ان هو يفضفض او يقول ان هو بيواجه مثلا صعوبة بسبب الارت بلوك، او ان الدنيا مش احسن حاجة، او بيدينا نصيحة جديدة، او بيقول كلام جميل زيه او زي فنه عن الفن اللي احنا بنحاول نقدمه، فيا رب يا رب تكونوا فعلا مستفيدين من البلاي ليست دي. وكل البلاي ليست اللي موجودة عندي في القناة يا رب ينفع بينا. يا رب يا رب يا رب ارزقنا علما نافعا وانفع بينا الناس يا رب ان شاء الله. ونبدأ بقى نشتغل تاني، نرجع تاني للفيديو بتاعنا اصلا. انا هنا جربت ان انا استخدم بروش مختلفة تديني افكت الشعر، بس ما حسيتهاش. وجربت ان انا يعني مش عارفه ما حسيتهاش، يعني رجعت بقى دمجتها، فلما دمجتها ادتني افكت لذيذ. اشتغلت بقى عليه تاني بالقلم الرصاص عادي بتاع التطبيق. وبعد كده بقى نرجع تاني للقلم الرصاص زي ما احنا. بعد كده نبدأ بقى نعمل الشعر المتناثر ده. قبل بقى واحنا بنعمل الشعر المتناثر ده هنعمل كمان بالابيض والدرجات من الجري، درجتين من الجري للاضاءات اللي موجودة على الشعرين. في شعرات جاية عليها اضاءة طولها كله، وفي شعرات في اماكن معينة جاية عليها اضاءة. يعني اتمنى ان الريزوليوشن يكون كويس والدنيا تكون واضحة، عشان تاخدوا بالكم من الحاجات اللي بتكلم عنها دي. الهايلايتس الأخيرة زي ما كانت على الرموش بأبيض، هتكون كمان على الحواجب والشعر، خصلة الشعر اللي نازلة على وشها برضو بالأبيض. هنا أنا اشتغلت الحواجب خطوط عادي جدا في اللير لوحدها بالقلم الرصاص عادي جدا جدا. بعد كده هدمجها بأدوات البلان تول دي، هدمجها دمجات خفيفة خالص. بس هنا قبل ما اشتغل رجعت للطبقة اللي فيها الجلد، وتقلت شوية بالاير بروش عشان اعمل ظل للشعر على الجلد. وبعد كده ابدأ اشتغل عليه الهايلايتس بتاعتي باللون الابيض. في يمامة طيوبة جت قعدت تقريبا على التكييف عاملة صوت، مش عارفة باين عندكم ولا لأ. يا جماعة أنا جبت مايك جديد يا جماعة، طب محدش واخد باله كده؟ محدش يقول لي يا إسراء الصوت بقى حلو وجميل. يا إسراء احنا بقينا سامعين الصوت نقي. يا رب يكون صوت اليمامة والعصافير ده طالع عشان يعمل لكم شوية هدوء أعصاب كده، لأني بحاول أعمل الفيديوز من غير ما يكون فيها ميوزك. أشوفكم على خير يا فنانين، يومكم كله فن وسعادة. باي باي.